نصائح أساسية للاستعداد لتسلق الجبال فوق 4000 متر وتجنب المخاطر. التدريب البدني المسبق. قم ببرنامج تدريبي يجمع بين القوة، التحمل وتمارين القلب. المشي لمسافات طويلة مع حقيبة ظهر ثقيلة يساعد على محاكاة ظروف التسلق. التأقلم مع الارتفاع. لا تصعد بسرعة كبيرة. خصص أياماً للتأقلم مع قلة الأكسجين. تجنب النوم على ارتفاع عال منذ اليوم الأول. التجهيز بالمعدات الضرورية: خوذة، حبال، عصي تسلق، جهاز تحديد المواقع GPS ونظام إنذار ثلجي Avalanche ARVA، ملابس متعددة الطبقات مقاومة للبرد، الرياح والرطوبة، حقيبة إسعافات أولية زائد بطانية حرارية. التخطيط المسبق. ادرس الخريطة جيداً واحفظ نقاط الخطر مثل المنحدرات أو مناطق الانهيارات الثلجية. تحقق من النشة الجوية قبل الانطلاق ولا تتحدى العواصف أو الضباب الكثيف. التغذية والشراب. تناول وجبات خفيفة غنية بالطاقة، مكسرات، شوكولاتة، فواكه مجففة. اشرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف الذي يزيد من آثار الارتفاع. السلامة أثناء التسلق. لا تتسلق بمفردك، دائماً مع شريك أو فريق. التزم بالمسارات المعلمة وتجنب الطرق غير المعروفة. توقف عند أول علامات الإرهاق أو دوار المرتفعات. الاستعداد للطوارئ. احتفظ بجهاز تواصل، راديو، هاتف ساتلايتي للاتصال بفرق الإنقاذ. تعلم أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش. ضع خطة انسحاب في حال ساءت الأحوال الجوية. أهم المخاطر التي يمكن أن تجدوها في الجبال. مخاطر طبيعية: تغيرات الطقس المفاجئة، عواصف ثلجية، ضباب كثيف، أمطار غزيرة أو رياح قوية. الانهيارات الثلجية: سقوط كتل ثلجية بسبب الاهتزاز أو تغير الحرارة. الانهيارات الصخرية: سقوط أحجار وصخور نتيجة ذوبان الجليد أو ضعف التربة. البرودة الشديدة: خطر التجمد أو فقدان الأطراف بسبب صقيع. أشعة الشمس القوية: حروق شمس أو عمى ثلجي نتيجة انعكاس الضوء على الثلج. مخاطر متعلقة بالارتفاع: دوار المرتفعات، صداع، غثيان، قلة تركيز بسبب نقص الأكسجين. الوزمة الدماغية أو الرئوية: تراكم السوائل في الدماغ أو الرئة بسبب نقص الأكسجين، حالة خطيرة. الإرهاق الشديد بسبب الجهد البدني في بيئة فقيرة بالأكسجين. مخاطر ميدانية: السقوط والانزلاق على المنحدرات الجليدية أو الصخرية. الضياع: فقدان المسار بسبب الضباب أو قلة العلامات. الحوادث مع المعدات: انقطاع حبل، كسر عصا أو خلل في الأدوات. المياه الجليدية: السقوط في برك أو شقوق ثلجية مخفية crevices. مخاطر بشرية: قلة الخبرة، اتخاذ قرارات خاطئة أو التسرع في التسلق. ضعف اللياقة، عدم تحمل الظروف القاسية. التسلق بمفردك:
يزيد من خطر عدم الحصول على المساعدة عند الطوارئ. التقدير الخاطئ للوقت. التسلق المتأخر قد يؤدي للبقاء في الجبل بعد حلول الظلام. Tu raccroches, oui, ça. Plus à droite, non, non, à droite, il y a le rocher à droite, oui, c'est ça. Très bien, l'araignée. C'est raide, là. لا تتهور، هذه المخاطر يمكن تقليلها عبر الاستعداد الجيد، التدريب المسبق والمعدات الصحيحة. شكراً للمتابعة، لا تنسى الاشتراك والتعليق وتفعيل الجرس.